دخلوا البيت المهجور، بس اللي لقوه جوه مو من هالدنيا. تخيل تكون طالع مع ربعك في دور مغامرة وتدخلون بيت قديم الكل يقول عنه مسكون. تضحكون بالبداية، بس بعد أول دقيقة كل شيء يتغير، كل شيء ما يتصدق يصير قدامكم. في ليلة من ليالي الصيف، 3 شباب من الكويت طلعوا بسيارتهم لمنطقة مهجورة خارج المدينة. سمعوا من الناس إن في بيت قديم ما حد يقدر يدخله أكثر من 5 دقايق، لأن أي أحد يدخل يطلع وهو مو طبيعي. أحمد وكان أجرأ واحد فيهم قال يلا ندخله بنصوره وننزل الفيديو وبتصير ترند. وصلوا قدام البيت، ظلام، نوافذه مكسرة وبابه مفتوح نص فتحة كأنه يناديهم. يدخلوا ويبدأ أحمد يصور بجواله. الصمت يلف المكان، بس فجأة يسمعون صوت خطوات من فوق. سالم قال وما علينا، يمكن فقر أو شيء، بس بعد ثاني الباب اللي وراهم ينقفل لحاله بالقوة. كلهم يناظرون بعض، يحاولون يفتحون الباب ما ينفتح. يطلعون فوق عشان يشوفون مصدر الصوت. يلقون غرفة فيها مرآة كبيرة، يقربون. بس الغريب ان المراية ما تعكس صورتهم، تعكس 3 اشخاص واقفين بس ملامحهم مشوهة. فجأة يطلع صوت ضحك الطفل من الغرفة اللي جنبهم. يقرب احمد يفتح الباب، بس قبل يلمسه الباب يفتح لحاله ويطلع من الغرفة دخان اسود كثيف، ومعاه ريحة كأنها شيء محترق. سلم يصرخ يا عيال نطلع الحين نطلع. بس لما يرجعون لدور الارض بكل الأدوات، وفجأة يشتغل الجوال حق أحمد مع إنه طافي، ويبدأ يعرض فيديو قديم، فيديو يظهر فيهم هم ال3 وهم ممددين على الأرض كأنهم ميتين. ترتفع الأصوات، بيت يهتز، واحد منهم يغيب عن الوعي، وآخر شيء يتذكرونه صراخ قوي، وبعدين ظلام. اليوم الثاني الشرطة تلقى سيارتهم قدام البيت، بس ما لقوا أحد داخل ولا حتى أثر. والبيت لما دخلت الشرطة كان فاضي تماما، بس جوال أحمد كان على الأرض ويعرض نفس الفيديو اللي هم فيه 200. وش تتوقع اللي صار فعلا؟ هل دخلوا عالم ثاني ولا أحد سجلهم في الفيديو رأيته تحت، ولا تنسون الاشتراك في اللايك إذا تبين صوتك أكثر.